هذه نتائج الفحوصات للثلاث العينات اللي سلمتهم قبل يومين لمختبر جودة العسل بالرياض. رجعت للمختبر واستلمت العينات. نتيجة فحص عسل السدر والزهور إنتاج عمان كان صراحة العسل كان ممتاز لونا وطعما ورائحة ومن نحال ثقة، ولكن إخوان الكرام مسألة السكريات المختزلة والسكروز هذه لها أسباب وعوامل كثيرة جدا لما تفشل الأعسال في النتائج المخبرية. فقد يكون النحال ثقة وأنتج العسل بأفضل ما يكون، ولكن للأسف قد يمكن يكون بجانب نحال يغذي سكريا، أو قد يكون مثلا قطف العسل وفرزه استعجل على ذلك. فأسباب كثيرة جدا، ولكن سيتم إعادة الكمية إلى عمان للأسف الشديد، وراح نخسر في الشحن وإعادة الشحن والله المستعان. عسل الرمان إخوان الكرام مثل ما انتم شايفين هذه نتيجته ما شاء الله تبارك الله، نتيجة طيبة جدا، عسل جدا مميز متوفر حصريا لدى عسل الدياني في مملكة البحرين، وأغلب الكمية اللهم لك الحمد كلها محجوزة. عسل الطلح إخوان الكرام وفرت لكم للمرة الخامسة ما شاء الله تبارك الله بسبب الطلب المتزايد عليه. عسل الطلح البري إنتاج نجد قوي جدا ما شاء الله تبارك الله، العسل طعما لونا رائحة. والمرة هذه إخوان الكرام ما شاء الله تبارك الله إنزيم الدياستيز فيه 51، على الرغم أنه من نفس النحال ونفس العسل اللي وفرته المرة الأولى، وكان كانت نتيجة الدفعة اللي قبل هذه من نفس النحال ونفس العسل السكروز 0 وإنزيم الدياستيز 24 من مختبر المقاييس والجودة. فبذلك إخوان الكرام اللي حاب أوصل لكم بأن أرقام المختبرات إخوان الكرام لا تعطيك نتيجة قطعية حصرية على جودة العسل، تعطيك نتيجة فقط بأن العسل مطابق للمواصفات، أي نعم، لكن من خلال خبرتك تذوقك انتقائك للعسل هو الفيصل في معرفة جودة العسل من خلال الطعم، الرائحة، تفاصيل العسل اللي تحرص على يعني تتبعها. أما نتيجة المختبر إخوان الكرام الأرقام قد تزيد وقد تنقص، وأنا يعني مثل هالرقم هذه البعض للأسف الشديد يستقله، لأن إنزيم الدياستيز كلما ارتفع إخوان الكرام كلما دل على جودة العسل. فالمرة الأولى كان منخفض، الحين مرتفع، مع أنه المفروض ما يرتفع، كلما تقدم العسل في العمر كلما ينخفض إنزيم الدياستيز، لكن دليل على أن أرقام المختبرات تتفاوت ما بين فترة وفترة. وأنا من النوع اللي ما أستقل هذه الأرقام إخوان الكرام للتسويق والدعاية للأعسال اللي عندي، أنا أعتمد العسل من خلال خبرتي بالطعم واللون والرائحة وتفاصيل العسل إخوان الكرام. المختبر يعطيك نتيجة مطابقة العسل للمواصفات والمقاييس فقط، ومثل ما انتم شايفين كاتبين دائما المختبرات العسل طبيعي ويتماشى مع مواصفات الهيئة العامة، ولم يعطيك نتيجة بأن العسل جودة جدا عالية وما أدري شنو من هالكلام. فالحركات التسويقية إخوان الكرام أنا دائما ما أحبها، أبيع العسل على حقيقته وعلى طبيعته وأميزه وأقيمه أنا شخصيا إذا كان مطابق، أهم شيء يكون مطابق للمواصفات والمقاييس. الله يطرح فيه البركة والشفاء وألف صحة وعافية على الجميع.